السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد اوقاتكم جميعا. معكم اخوكم فراس من مطبخ أصل النكهة، يا رب تكونوا بخير وسلام. واليوم اخواتي راح نبعد شوي عن الطبخ والنفخ والصواني والطواجن والرز. واليوم اخواتي راح اعمل لكم صوص الشوكولاتة اللي هذا بنحتاجه تقريبا ب 90% من اكلات الحلويات. صوص الشوكولاته اللي بنحتاجه كمان اخواتي بحشوه الدوناتس، الجاتوهات بشكل عام لتزيين اغلب انواع حلويات الباردي والوافل والجريب والى اخره. القائمه تطول، ما راح اطول عليكم، مباشره راح ندخل بالوصفه وشغلتها كثير سهله. اول شغله نحتاج خلاط، 3/4 كاسه سكر بودره بنحطهم بخلاط. بنفس الكاسه عندي كاكاو خام بدون فزلكه، اي نوع كاكاو خام بيزبط. في اذا بدكم محلى واذا بدكم بدون تحلاي، هذا الشيء بيرجع لكم. وانا اخواتي مشان اعطيه ستريس زياده راح ضيف ظرف نسكافيه بنكهه البندق مشان اخذ نكهه البندق. حطيت كمان ظرف النسكافيه فوق هون هيك. وبنفس الكاسه راح احتاج 3/4 كاسة الحليب، أي نوع حليب أخواتي، كامل دسم خالي دسم ما بتفرق. طبعا العيارات كلياتها بنفس الكاسة. تمام، هلا هيك جاهزين. بدنا نروح على الخلاط نضربهم على الخلاط ومنكمل. بدنا نضل عم نضربهم بالخلاط اخواتي لحتى يدوب السكر والكاكاو نهائيا، ما يضلوا اثر نهائيا، طبعا مع النسكافيه. وهلا اخواتي بيجي على الزيت. تقريبا اخواتي بدي نص كاسه زيت ذره، حصرا زيت ذره، غير هيك ما بيزبط مشان ما يعطي نكهه غريبه لصوص الشوكولاته. بدي اضيفه شوي شوي على البطيء هيك مثل ما نكون شايفين. سرسوب قدر نص كاسه. هاي قوامه النهائي اخواتي. هيك بنكون عملنا اطيب صوص الشوكولاته لتزيين الحلويات. شوكولاته بتصير للدهن، شوكولاته للاستعمالات الكثيره. شوف لي اخواتي، شايفين؟ اما الطعميه على اول، القوام شوفوا لي محلاه. هذا هو صوص الشوكولاته تبع التزيين اللي بتشوفوه على وجه الحلويات وحشوات الحلويات. شايفين اخواتي قوام الصوص؟ قوام الصوص هيك بده يصير، هيك اصوله. هلا سماكة صوص الشوكولاته انتم بتتحكموا فيه، بدكم اياها شوكولاته شوي تكون اجمد، بتخففوا شو الحليب. حطيت بالبدايه نص كاسه حليب، بعدين لقيته انه لساته قوامه سميك، انا بدي صوص، انا ما بدي شوكولاته ماسكه هيك شوي. تمام، رجعت ضفت ربع كاسه، اخذت هذا القوام. هلا عملنا شو اخواتي؟ صوص الشوكولاته السوداء اللي هي بالكاكاو الخام. طب ماشي، بدنا نعمل صوص الشوكولاته البيضاء مشان التزيين نكملها. الدونتس اخواتي بياخذ شوكولاته بيضاء للتزيين وبياخذ شوكولاته سمراء، والوافل كذلك الامر. الجريب، هاي الحلويات كلياتها بتتزين بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته السمراء. وانا اخواتي بمطبخ اصل النكهه دائما بختار لكم الوصفات السهله والبسيطه مشان انه يعني ما تتكلفوا عليها. تمام، شفتوا انتم شو تكلفتها هاي؟ رسمالها كلياته اخواتي نص كاسه كاكاو، 3/4 كاسه حليب، طبعا متوفر هذا الحكي كلياته بقلب اي بيت. والنسكافيه اخواتي اختياري، انتم بتختاروا تحطوا او ما الزيت حسب الرغبه، والسكر البودره شيء اساسي. هلا خلينا ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي الشوكولاته البيضاء. مثل ما قلنا اخواتي بدنا نجي نعمل شو هلا؟ صوص الشوكولاته البيضاء تبع التزيين. يعني الشوكولاته البيضاء ما بنحط لها نسكافيه، يعني ما بتاخذ النكهه من الشوكولاته، هاي بتاخذ النكهه اغلبها من شو؟ من الفانيلا والحليب. طيب بالنسبه للعيارات اخواتي كلياتها مثل ما حكينا بنفس الكاسه. العيارات كلياتها هلا بتشوفوها قدامكم، وراح تلاقوها كمان موجوده بصندوق الوصف، راح تلاقوها كلياتها كامله. راح نبلش مباشره مع بعض. اي نوع حليب سائل، حراره الغرفه نص كاسه. اول شيء راح اضيف الحليب مشان ما يصير في معي تكتلات جوا بقلب الخلاط. وهي كمان نص كاسه سكر بودره، غير السكر البودره ما بيزبط. ما عندكم سكر بودره، في عندكم كبه تبع خلاط تبع طحن القهوه، اطحنوا ضروري سكر البودره، غير هيك ما بيزبط. كمان بدي اضيفهم فوق الحليب
حليب مجفف اي نوع كمان بدي نص كاسه مثل ما انتم شايفين. العمى هاي ناقصه شوي، خلينا نكملها. وهي نص كاسه حليب مجفف كمان بضيفه فوق. نيجي هلا على النكهه الاساسيه تبع صوص الشوكولاته الابيض اللي هو الفانيلا. نص معلقه صغيره بكفي. والمكون الرئيسي اللي انا جاي فيه هلا اللي هو الكريم شانتيه. انا بحب استعمل الدريم ويب. الدريم ويب اخواتي شركه محترمه بالنسبه لموضوع الكريم شانتيه، تعودت عليها وناجحه يعني تمام. راح اضيف مغلف واحد. اللي راح يسالني ليش حطيت كريم شانتيه، الكريم شانتيه اخواتي فيها كمان نكهه قويه بالفانيلا. ما عندكم كريم شانتيه ما بيزبط. ليش؟ لانه انا بدي اخذ القوام. الكريم شانتيه اخواتي بيعطيه القوام تبع الشوكولاته. والمكون الاخير اللي هو زيت الذره. بدنا نحتاج زيت الذره اخواتي حسب انتم كيف بتحبوا قوام صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته الابيض اخواتي بياخذ ضرب على الخلاط اكثر من صوص الشوكولاته السمراء او السودي. ليش؟ لانه فيها كريم شانتيه بدنا ندوبها مزبوط مشان ناخذ قوام السميك تبع صوص الشوكولاته. شفتوا اخواتي شلون انا عمال انزل الزيت سرسوب صغير هيك. بضل عمال احط زيت لحتى اوصل للقوام اللي انا بدي اياه. هذا هو صوص الشوكولاته البيضاء اللي ما بيعرفوا. شايفين شلون ما احلاه؟ هيك بده يكون. بعد التزيين هاد قطعه الحلو بدها تدخل على الثلاجه او على البراد. راح تمسك هاي الشوكولاته ما بتضل هيك، بس بضل فيها الليوني تبع صوص الشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان على الطاسه تبعنا شايفين اخواتي القوام بنكهه الفانيلا الطيبه. شايفين حبايبي؟ هيك اصوله. ندوق الطعمه. طبعا ريحه الفانيلا قويه كتير. ليش؟ نحن حطينا فانيلا والدريم ويب اللي هو الكريم شانتيه كمان بنكهه الفانيلا. بسم الله. يا سلام. على الاول هذا هو صوصات الشوكولاته البيضاء والسمراء. وهيك اخواتي حبايبي بنكون خلصنا حلقتنا اليوم. خفيفه نظيفه وضروريه بكل بيت وموفره كتير للجيبي. وهذا الاهم انك توفر للجيبي. يعني هيك كميه صوص شوكولاته اخواتي اذا بدكم تجيبوها من السوبر ماركت او من محلات اللي مختصه بهيك بيع هيك شغلات والله شيء مكلف. انا كل هذا الحكي ما كلفني ربع القيمه للصوص اللي انا بدي اجيبه من السوبر ماركت او محلات الحلويات. لا تنسونا من دعمكم اخواتي على يوتيوب قناة اصل النكهة، على تيك توك قناة اصل النكهة، وعلى فيسبوك صفحة اصل النكهة. كان معكم اخوكم فراس مطبخ اصل النكهة. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.